طب انت شفت حاجة معينة خليتك تبقى كده؟ يفتح المصحف وهو نايم؟ اخ جاله مع حضرتك اللي انا ذكرتها يعني. ممكن تترجم لي اللي قاله؟ يقول لك كان نايم وواحد جاله اخ رأى يعني رؤية يعني في المنام، وقال له اقعد هنا كده اهوت وافتح المصحف. اقرا آية واحدة. اقرا آية واحدة كانت ايه الآية؟ آية ايه؟ الآية وانا اقراها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دي الآية اللي انت قرأت لك في المنام وبعدها قطع بقى ومشي عمل له يعني قال له هيبقى في لقاء تاني. مسك ايده يعني هيجي تاني، هيجيله تاني. وجالك تاني؟ لا لسه. مين ده؟ طب مين اللي جالك في المنام؟ شكله ايه؟ لابس يقول لك لابس جلابيه بيضاء لحية بيضاء ولحيته طويلة ولابس طيب وطويل. مين ده؟ ما يعرفوش يعني أول مرة يعني. ومن ساعتها ما بينطقش. الحقيقة دي معجزة يعني دي معجزة أنا لم أراها من قبل الحقيقة يعني أنا مندهش يعني لولا إن أنا كمان معايا تقرير طبي بيقولوا ما بيتكلمش من وزارة الصحة المصرية قدام حضراتكم يعني ما عندي يعني. طب انتوا ما فكرتوش يعني ما فيش تفسير؟ حضرتك يعني احنا يعني اتخذنا كل السبل اللي اتخذناها. طب يعني الطب قال ايه؟ طيب يعني التقرير بيقول ما بيسمعش ومركب سماعات لكن ما بينطقش وبينطق في القرآن فقط. سبحان الله. وبعدين ده صوته جميل. نعم. يعني واضح ان طب انت هو حافظ القرآن ازاي بالطريقة دي؟ قبل ما يجرى له قبل ما يحصل له يعني قبل ما تحصل الحاجة ديت يعني. يا سبحان الله. يعني كان حضرتك كان على موعد يعني مثلا بعد الحفظ جات له عملت له حصلت له بقى الحادثه دي خلاص ستوب بقى لحد كده. انت بتحب القرآن؟ الحمد لله. الحقيقه انا يعني بالتاكيد لازم نقف قدام هذه الآية. نعم.